وبالتالي مورينيو انضم إلى قائمة المنضمين. وهذه كرة خطيرة والكرة ملعوبة والفرصة الأولى جول في الدقائق الثلاث الأولى. الشاب والصغير يسجل في ثاني مباراة بالنسبة له مع الفريق الملكي. الشاب والصغير مع موراتا، هذه ثاني مباراة وأول مباراة أساسي. يقولون أنه خليفة فرناندو مورينتس، لكن كاكا بداها سليمة. العرضية كانت جميلة من جانب أوزيل، ويأتي الهدف الأول باللاعب الشاب، اللاعب الذي بالفعل اليوم يحظى بثقة السيد مورينيو ولا يخيب ظن مدرب الكبير، ويأتي بالهدف الأول وتأتي الفرحة. ريال مدريد إن استمر كذلك فمسألة أن يضيف، نعم يضيف الهدف الثاني. ريال مدريد يتقدم بهدفين في أول 12 دقيقة فقط من بداية المباراة. الكرة الملعوبة العالية على راس سيرخيو راموس، تقدم سيرخيو راموس وسجل بالمناسبة هدف رقم 31 مع فريق ريال مدريد في الليغا الإسبانية فقط. يا له من رقم مخيف للغاية، مدافع يسجل في الليغا الإسبانية 31 هدف مع الفريق الملكي. ربما كان أفضل مدافع هداف في تاريخ الفريق الملكي. اليوم سجل 31 هدف